مساء الفل يا جماعه، اخباركم ايه؟ النهارده طالعين نرد على سؤال بيجي لنا كتير في الرسائل. انا عربيتي زيرو، ليه تاخد 8 ساعات شغل وليه لازم تمر بكل مراحل التجهيز؟ اولا مده الشغل دي راجعه لحاله الدهان والشغل التجهيز اللي العربيه بتكون محتاجاه قبل تطبيق النانو. يعني ممكن العربيه تاخد 8 ساعات شغل وكمان ممكن توصل ل 10 ساعات شغل، والمده دي كلها شغل متواصل. ثانيا مراحل الشغل اللي عايز اوضحه في الجزئيه دي ان حتى لو عربيه حضرتك زيرو، خلال رحلة العربية من وقت ما بتطلع من المصنع لحد ما بتوصل لحضرتك بتتعرض لعوامل كتير، زي الرطوبة العالية وترسيب أملاح على الدهان وإشعاعات الشمس وعوامل تانية كتير. كل العوامل دي بتسبب بهتان وبقع في الدهان، وكمان الترسبات دي لو ما اتطهرتش كويس قبل تطبيق النانو هيأثر على نسبة امتصاص الدهان لطبقة النانو، وكمان هيأثر ما بين الترابط والتماسك ما بين طبقة الدهان وطبقة النانو. يا جماعة شغل التجهيز وتحضير الدهان قبل تطبيق النانو من أهم المراحل في عملية تطبيق النانو. الموضوع مش مقتصر على غسلة للعربية ووش بولش وخلاص، احنا بنشتغل 7 مراحل تجهيز بس للدهان قبل تطبيق النانو. في الآخر دور كويس عشان تعملها مرة واحدة بس. شكرا ليكم.